السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 13 من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل للمستوى الأول. درس النهاردة هيكون بعنوان مقدمة في الدوال. مصطلح دالة أو دوال، مصطلح دوت هتقابله كتير وانت شغال في برنامج مايكروسوفت اكسل. في البداية حابك تعرف يعني ايه دالة. الدالة هي عبارة عن صيغة معرفة مسبقا تقوم بإجراء نوع معين من العمليات الحسابية، وعادة الدالة دي بيكون ليها معامل واحد أو أكتر من معامل. المعامل ده بنسميه argument. علشان الدالة تشتغل لازم تديها معطيات وتاخد منها نتائج. المعطيات دي بتدخلها للدالة عن طريق الارجيومنت أو المعاملات دي. في الدرس ده هنتعرف على الدوال الخمسة الكبرى أو أهم 5 دوال. أول دالة هي دالة السمشن أو دالة الجمع. تاني دالة هي دالة المتوسط الحسابي. الدالة اللي بعد كده دالة أعلى قيمة ودالة أقل قيمة، والدالة الأخيرة اللي هنعرفها في درس النهاردة هي دالة العد أو الكاونت. كمان هنتعرف على بعض الدوال الخاصة بالحساب والعد في مايكروسوفت اكسل. أول دالة هنتعرف عليها دالة الجمع، ودي من أكتر الدوال اللي أنت هتستخدمها وأنت شغال في الاكسل. اللي قدامنا دوت مثال بسيط لفاتورة فيها الصنف وسعر الوحدة والكمية، وهنا مستخدم معادلة الضرب علشان يديلي إجمالي لكل صنف. محتاج في الخلية I17 إن أنا أجمع إجمالي لكل صنف بحيث إن أنا أعرف إجمالي الفاتورة كام. طبعا اتعلمنا من كده عشان أكتب صيغة سواء كانت دالة أو معادلة لازم أبدأ الكتابة بكلمة يساوي. بقف على الخلية اللي أنا محتاج يظهر فيها نتيجة الجمع واكتب يساوي، واكتب سمشن أو صم. أول ما بتكتب حرف الاس أو أول حرف من الدالة هو بيطلع لك اقتراحات، بيقول لك أنت محتاج أنهي دالة من دول. طبعا في دوال كتير، لو كتبت اس يو هلاقيها ظهرت معايا رقم 3. هنا بحددها واضغط تاب. أول ما بضغط تاب هو بيختارها ويفتح قوس على طول، لكن خلينا نكتبها بإيدينا SUM وافتح قوس وافتح قوس. لاحظ معايا في الهنت دوت أو التلميح دوت بيقول لك هنا إيه، والنقطة دي بقى اللي بتبين بين الفاهم والحافظ. هو هنا مديك هنت بيقول لك دي معادلة أو دالة اسمها سمشن ليها أرجيومنت أو معاملات. مديك هنت على المعاملات دي، بيقول لك هو محتاج إيه. محتاج الارجيومنت الاولاني نمبر 1 والتاني نمبر 2 وهكذا. اللي بين قوسين دوت، بين قوسين مربعين ده معناه انه اختياري واحد فيهم بس. على الاقل محتاج خلية واحدة او خانة واحدة. بعد كده بتقفل قوس الدالة في الصيغة الاخيرة دي او في اخر الدالة. طبعا النقطة دي انت هتفهمها معايا اكتر لما نستخدم معادلات كتير ونعمل امثله كتير. يبقى هنا كتبت يساوي سمشن، افتح قوس، اكتب بقى النمبر الاولاني. هاجي عند اول خليه انا محتاج ابدا من عندها العد واضغط عليها اللي هي I4. بعد كده لو لاحظت في الهنت هو مديك ايه الفاصل بين كل معامل والتاني كوما. هكتب كوما واديله الرقم التاني كوما واديله الرقم التالت وهكذا وهكذا. وبعد كده اقفل القوس واضغط انتر. لاحظ معايا هنا هو هنا جمع كل الخلايا اللي انا حددتها له. طبعا الطريقه دي بدائيه جدا ومش مجديه خالص، بس انا حبيت اعملها قدامك عشان خاطر تعرف الداله بتتكتب ازاي. احنا لو حابين نعمل سمشن هنا خلينا نمسح ده كده، هنقول له يساوي، هكتب حرف الاس واليو وبعد كده اختار الداله سمشن اهوت واروح على النطاق اللي انا عايزه يجمعه، وليكن بدايه من I4 لحد I16 واحدد كده يعني بالصيغه دي كده واسيب. لاحظ معايا هو هنا على طول قال من I4 الى I16. بعد كده اقفل القوس واضغط انتر. وبكده تكون عملت داله صم او داله الجمع. كمان تقدر تضيف الداله دي في الريبون لو مش موجوده، لكن هي موجوده. خلينا نمسح كده ونقول له انتر ونيجي هنا ونقول له جمع تلقائي. هتلاقيها في يعني في جروب اديت في تابة الشريط الرئيسي اللي اسمها هوم في جروب اديت. ولو ضغطت على الزرار ده كده هتلاقيه بص هو باي ديفولت على طول جمع لك او حدد لك النطاق دوت وجمعه لك وحطه بين قوسين ومستنيك بس تضغط انتر. طيب
لو هو النطاق ده صح انت اللي عايز تجمعه اضغط انتر وخلاص. طب لو مش هو وانت حابب تعدل عليه، خلينا نجرب تاني كده ونقول له هنا، قمت قايل له جمع تلقائي، لقيته حدد لي ده. طب انا يا عم هنا مش عايزك تجمع لي الصنف، انا عايزك تجمع لي الكميه. هقوم جاي محدد كده وقوم قايل له انتر. شكرا. طيب كده خلصنا داله سميشن. الداله اللي بعد كده وهي داله المتوسط الحسابي او الافريج. خلينا نشوف دي بتشتغل ازاي. هنا ده درجات لبعض الطلاب، محتاجين نجيب متوسط الدرجات للطلاب دوت، يعني متوسط النتائج دي كام. طبعا لو تلاحظ معايا كنا في الدرس الاولاني تقريبا او الثاني واحنا بنعرف واجهه البرنامج، قلنا الشريط ده اسمه الستيتيو بار او شريط الحاله، بيديك بعض البيانات اللي موجوده في التحديد اللي انت محدده، من ضمنها عدد الخلايا ومجموع الخلايا ومتوسط الخلايا. متوسط النتائج دي 69 75. تمام. طيب خلينا بقى نحسب المتوسط كده ونشوفه الداله نكتبها ازاي. وليكن مثلا هنطلع المتوسط في الخليه دي، هنقول له يساوي افريج اي في. اول ما بكتب اول حرفين بس يعني بيطلع لي اقتراحات، انت عايز انهي خليه. اول خليه لا، قصدي انت محتاج انهي داله. طبعا داله الافريج هي رقم 2 دي، حتى عامل لك هنت اهوت هضغط عليه طلع لي الهنت بتاع الداله. الارجيومنت اللي محتاج ارقام على الاقل 1. طيب زي ما عملنا في داله السميشن، باجي على النطاق اللي انا محتاج اطلع المتوسط بتاعه واحدد بزر الماوس بالطريقه دي كده، وبعد كده بقفل القوس واضغط انتر. لاحظ معايا ده شكل المتوسط 69 75% زي ما كان طالع في الاكسل هو اللي حاسبه. طيب اقدر كمان اضيف المتوسط الحسابي للريبون زي السميشن عن طريق ان انا هقول له هنا هاجي في الخلايا اللي عايز اطلع فيها المتوسط الحسابي بطريقه سهله من خلال الريبون، واجي على الشريط الرئيسي او الهوم تاب واروح على جمع التلقائي، بدل ما هضغط عليه هضغط على القائمه المنسدله دي واختار المتوسط. باي ديفولت هنا هو حدد لي المتوسط بتاع الخليه دي. انا طبعا مش محتاج المتوسط بتاع الخليه، انا محتاج المتوسط بتاع الارقام دي. فهو طالما محدد هنا هقدر على طول اروح اعمل سيلكشن للداتا اللي انا محتاج المتوسط بتاعها، وبعد كده اضغط انتر. نفس النتيجه بالظبط. وبكده نكون عملنا داله الجمع وداله المتوسط الحسابي. طيب الداله اللي بعد كده وهي داله اعلى قيمه وداله اقل قيمه. لو انا حابب اجيب اعلى درجه هنا في الخليه دي مثلا، خلينا نقول هنا كده وهنا كده اقل، وقلنا ده خلاص متوسط. هنيجي هنا وهنقول يساوي اعلى قيمه هي داله اسمها ماكس، واختار الداله زي ما اتعلمنا، دبل كليك عليها، وبعد كده احدد النطاق اللي انا محتاج ان هو يطلع لي اعلى قيمه فيه. وبعد كده طبعا لو الداله اللي انت بتكتبها فيها قوس غلق واحد زي دي كده مثلا وزي المتوسط وزي الجمع، مش لازم تعمل القوس وبعد كده تكتب انتر، ممكن تضغط انتر على طول هو هيقفله كده. هو كده بيقول لي ان اعلى قيمه هنا هي 95. لو لاحظت هتلاقي فعلا اعلى قيمه 95. بالتبعيه داله المينيمم او داله اقل قيمه هتساوي مينيمم MIN، هلاقيها اهي بترجع لي اصغر قيمه موجوده عن طريق ان انا بعمل سيلكشن للداتا اللي انا محتاج فيها اقل قيمه، وبعد كده اضغط انتر طلع لي اقل قيمه. يبقى خلينا كده عشان نفكر بعض. هنا مجموع، وخلينا نقول هنا يساوي سميشن الحبه دول ونقول له انتر. كده احنا عرفنا داله السميشن والمتوسط والاعلى قيمه واقل قيمه. كده فاضل لنا داله العدد. طيب داله العدد اسمها كاونت، هكتب يساوي كاونت CO U كاونت. دي اول داله هي كاونت. هضغط على دبل كليك بيقول لي عاوز فاليو 1 وفاليو 2، دي الارجيومنت بتاعتها. وطالما الارجيومنت الثاني دوت بين قوسين مربعين دول يبقى هو كده اختياري، ممكن تاخد قيمه واحده بس. بروح احدد النطاق بتاعي، وخليني قبل ما احدده من اول الخليه F5 واشوف النتيجه اللي هتطلع تبقى عامله ازاي، واضغط انتر. خد بالك هنا انا لما قلت له كاونت بس عدي لي دول 8 خلايا،
1 2 3 4 5 6 7 8 9. ليه هو عدهم 8؟ لان احنا قلنا ان دالة كاونت بتعد لي الخلايا اللي فيها بيانات رقمية فقط. ولاحظ معايا الخلية F5 فيها بيانات ولكنها غير رقمية نص. طيب لو انا عايزه يحسب لي كمان الخلايا اللي فيها نص، دي دالة تانية اسمها كاونت A. خلينا برضو نكتبها كده، كاونت A المرة دي، ونقوم محددين له نفس النطاق ونقوم قايلين له انتر. حدهم لي هنا 9، مع ان النطاق هنا نفس النطاق هنا، لكن هنا عدى 8 خلايا وهنا عدى 9 خلايا. ليه؟ لان دالة كاونت بتحسب عدد الخلايا التي تحتوي على ارقام فقط، وكاونت ايه بتحسب عدد الخلايا الغير فارغه، سواء تحتوي على رقم، تحتوي على نص او خلافه، يعني بيعدها معايا. الداله الاخيره معانا النهارده وهي داله كاونت بلانك. كاونت بلانك دي داله بترجع لي عدد الخلايا الفارغه اللي موجوده في نطاق التحديد اللي انا حددته. يعني نقدر نعتبر ان كاونت بلانك عكس كاونت ايه. كاونت ايه بتعد لي عدد الخلايا الغير فارغه، وكاونت بلانك بتعد لي عدد الخلايا الفارغه. خلينا نجربها كده ونشوفها مع بعض. هنقول هنا مثلا ايكوال كاونت بلانك اهي. الارجيومنت بتاعتها هو معامل واحد فقط وهو الرينج. دي محتاجه رينج عشان تخش على الرينج دوت وتشوف في خلايا فارغه ولا مفيش. لو في خلايا فارغه بتعدها، ونحدد النطاق ده كده. ونلاحظ معايا في النطاق اللي انا حددته عندي 1 2 3 4 خلايا فارغه، يبقى طبيعي النتيجه تطلع عندي 4. طلعت النتيجه كام؟ 4. يبقى احنا كده ايه، اخدنا داله المجموع سميشن. خلينا برضو نكتبهم قدامك كده عشان برضو تبقى انت عارف احنا ايه اخدنا ايه النهارده. سميشن، وداله المتوسط افريج، وداله ماكس، وداله مينيمم، وداله كاونت، وداله كاونت ايه، وداله كاونت بلانك. وعرفنا كل داله من دول بجيبها ازاي وبستخدمها ازاي وايه هو استخدامها. كمان برضو عشان تراجع كويس على الدوال دي، لان انا قلت لك قبل كده ان الدوال دي بنسميها الدوال الكبرى في الاكسل، لان هي من اكتر الدوال اللي انا بقدر استخدمها او بحتاج ان انا استخدمها وانا شغال. عاملين تمرين بسيط اهوت. ده ملف بيقول لي بعض السلع مبيعاتها في الايام. انا محتاج هنا توتال والافريج والهايست واللوست. محتاج توتال المبيعات للسلعه واحد، وتوتال المبيعات في اليوم الواحد. كذلك محتاج متوسط مبيعات السلعه ومتوسط مبيعات اليوم. محتاج اعلى مبيعات للسلعه في الايام، واقل مبيعات كذلك اعلى مبيعات في السلع. طيب ببساطه شديده احنا طبعا اتعلمناه ولسه مخلصينه اهوت. التوتال دي اللي هو المجموع. هكتب ايكوال اس يو سميشن واحدد له النطاق واضغط انتر. طبعا تركيه برضو انا شغال كده، دي كلها ارقام. لو انا حابب انسق شكلها شويه او اكبرها، خلينا نكبرها شويه عشان خاطر تبان. خلينا نحدد كل النطاق ده كده ونقول له حط لي فاصل الالاف وقربه لي لاقرب علامه عشريه. كده اعتقد كده شكله اشيك شويه. كده توتال مبيعات السلعه 195,500. محتاج دلوقتي التوتال بتاع بقيه السلع. اتعلمنا بدل ما هقعد اكتب بايدي، هاجي عند مقبض التعبئه واشد كده الشمال، هلاقيه جمع لي اجمالي المبيعات لكل سلعه. طيب بالنسبه للافريج هقول يساوي افريج متوسط مبيعات السلعه الاولانيه واضغط انتر. متوسط مبيعاتنا من السلعه الاولى 27,000 واسحب. ده كده متوسط مبيعات السلع. لو بصيت عليه اعلى سلعه بايعه ايه، اقول له ايكوال ماكس واختار النطاق واضغط انتر واسحب بنفس الطريقه عشان خاطر اطبق على بقيه السلع.
اقل سلعه بقى اقول له ايكوال مينيمم، حدد النطاق واقول له انتر. اقل سلعه بايع عندي يعني مثلا اقل يوم بيع مش اقل سلعه. انا عندي دوت السلعه دي مبيعات السلعه رقم 1 في الايام، اقل يوم بايع فيه من السلعه دي كان 12500، والسلعه رقم 2 اقل يوم بايع كان 6500، واعلى يوم كان 4000 34000، وهكذا بالنسبه لبقيه الايه السلع. طيب انا محتاج هنا بقى اعرف التوتال بتاع مبيعات الايام. يوم الاحد انا بايع كام؟ بدل ما اقعد هكتب بقى صم وكده، خلاص احنا اتعلمنا. هعمل جمع تلقائي وهو حدد النطاق لوحده واقول له انتر. هاجي هنا واعمل كده. ده كده اجمالي المبيعات الايام، وده اجمالي مبيعات التوتال. لاحظ ان هنا الداله دي جايبه من الصف ده، المفروض ان هو يساوي نفس مبيعات الصف دوت. الاقيه اهوت مجموع 812000، طلع 812000 مع ان الداتا دي جايه من العرض. ده دليل ان الطول زي العرض او ان الداتا مظبوطه عندي. طيب الافريج هاجي هنا، وبدل ما هعمل جمع تلقائي اتعلمنا هعمل متوسط. هو هنا اثناء التحديد حدد معايا كمان خانه التوتال. طيب انا عرفت منين؟ ان هو هنا هو كاتب لي من اول بي 2 لحد جي 2. طيب جي 2 دي مش معايا، علشان خاطر احدد، يا اما هحدد من الاول كده واحدد يعني الصيغه اللي انا عايزها او النطاق اللي انا عايزه. هو كان عامل لي التحديد ده كده، يا اما انا هلغي التحديد عن طريق ان انا اعمل تحديد تاني بايدي، يا اما اعدل على التحديد واقوم جاي هنا طبعا وعامل في مقبض الدعبئه يا اما شده يا اما عامل دبل كليك. خلينا نعمل دبل كليك على طول. طيب انا اصريت اعمل دبل كليك عشان افهمك نقطه. خلينا اول نعمل كنترول زد. ايه الفرق بين ان انا اعمل ملء تلقائي عن طريق ان انا اشد بايدي كده او ان انا اعمل دبل كليك؟ الفرق كالاتي: انت لما بتشد بايدك بتحدد ان انت محتاج تعمل ملء تلقائي او نسخ للصيغ لحد فين، لكن لما بتعمل دبل كليك هنا كده بتقول له اعمل ملء تلقائي او نسخ للصيغ لغايه اخر نطاق بيانات على ايده اليمين. يعني هو هنا بيشوف نطاق البيانات نهايته فين، لقاه هنا كده، قام عامل ايه؟ ملء تلقائي لحد هنا كده. طبعا احنا مش محتاجين الصيغه دي دلوقتي، فخلينا نعمل ملء تلقائي لحد بس ايه هنا كده. كده عرفنا الافريج بتاع كل يوم والافريج بتاع كل سلعه. كذلك بالنسبه لاعلى قيمه هنختار الحد الاقصى ماكسيمم. طبعا زي ما قلت لك هو هنا حدد كل الخلايا، انا باجي اعدل على التحديد ده عن طريق ان انا احدد من اول وجديد كده واقول له انتر. وبعد كده اعمل ملء تلقائي لبقيه الداتا. كذلك اللوست هختار من هنا برضو الحد الادنى واعيد التحديد كده واقول له انتر، وبعد كده اقوم ايه شدت لتحت كده. طبعا الحد الادنى هنا زيرو لان في السلعه رقم 8 يوم الحد بايع زيرو، فهنا ظهر زيرو معايا يعني. وبكده تكون اتعلمت وعملت تدريب على الخمس دوال الكبرى، هي داله الجمع وداله المتوسط الحسابي واعلى قيمه واقل قيمه وداله العد بمختلف انواعها، الكاونت والكاونت ايه والكاونت بلانك. باكد عليك دايما في كل درس ان انت لازم تجرب بايدك، ولو في حاجه وقفت معاك اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.